بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله معانا اكله حلوه قوي هتعجبكم خالص. بصراحه يعني انا بحبها، المكرونه وايت صوص بالجمبري او السي فود عامه يعني. كله بيبقى حلو. معايا كيلو، نص كيلو جمبري كده، يعني متوسط في الحجم وانا منضفاه. معايا كريمه لباني ومكرونه فيتوتشيني، ملح فلفل توم، زبده، فلفل اسمر، بقدونس، ومعايا كريمه لباني طبعا، ومعلقه زيت، والجبنه الرومي المبشوره او الشيدر على بعضها مع بعض. انا بحب اجمعهم وبيبقوا عندي في الفريزر، وبعدين بفرمهم في الكبة، بيبقوا سهلين قوي للاستخدام على طول. دلوقتي هسلق المكرونة عادي، سلق عادي جدا، حلة فيها مية مغلية، وهاخد المكرونة فوتوتشيني واحطها بحالها كده، ما اكسرهاش، وهي هتستوي وتبقى جميلة. بس يعني مجرد 8 دقايق زي ما مكتوب على الكيس بتاعها، علشان ايه؟ يبقى فيها عضة كده، ما ينفعش ان انا اسيبها تستوي على الاخر، لان هي لسه هتنزل في الصوص. هاخد الجمبري واتبله بالبابريكا والملح والفلفل والتوابل اللي عندي، وبعدين اقلبه كله كده واتاكد ان كله اتبل. وفي طاسه بقى على النار هاخد قطعه من الزبده، وهبدا ان انا ايه اسيحها كده لحد ما تسيح، واحط عليها زيت عشان ما تتحرقش معايا. وهبدا انزل بقى الجمبري واحمره في الزبده لحد ما يستوي. طبعا انا متبلاه من الاول، فهياخد سوا على طول ويبقى طعمه حلو. انا دلوقتي بقلب الجمبري كله على النار. هو نزل ميه طبعا لاني كنت حطاه في الفريزر، وهقعد بقى كده هو يعني ينزل الميه بتاعته لغايه ما يشربها تاني، او ان انا اكبها، مفيش مشكله اتخلص منها. هو كده تقريبا استوى معايا، واحده واحده كده لحد ما ايه يعني يتحمر. هطلعه بقى في بره، في اصفيه من الميه دي واتخلص منها، انا مش عايزاها لان هي بتبقى ريحتها يعني ريحه السمك وكده. دلوقتي قطعه زبده تاني مع فصين توم عشان ابدا اعمل ايه الصوص الوايت صوص بتاعي، اللي انا بستخدمه دايما، صوص الالفريدو اللي بستخدمه في اي مكرونه بعملها، سواء بالسي فود او بالفراخ زي ما انتوا عايزين. هاخد بقى شويه من ميه سلق المكرونه، وهحط بقدونس بعد ما حمرت التومه، وهضيف الجبنه بتاعتي، وهتبلها بقى بالتوابل بتاعتي، الملح والفلفل والبابريكا، وهحط دي بقى. دلوقتي كل حاجه يعني مستويه معايا. هضيف بقى الكريمه بتاعتي، ده نص كيلو. نوعها حلو قوي، النوع ده انتوا عارفينه، وانا بحبها جدا الكريمه عندي، يعني مبستغناش عنها في الطبيخ، بتدي يعني طعم حلو للاكل. وهسيبها تغلي شويه واشوف ادوقها اشوفها حلوه ولا لا. وبعدين خلاص هي كده تمام. هرجع انزل الجمبري تاني معايا وهسيبه كده يعني دقيقتين، وهو تقريبا مستوي. وهكمل بقى بباقي الجبنه. طبعا الصوص تحفه جدا، هحط البقدونس معايا تحفه. هلاقي الصوص ده خطير. تبتدي بقى ايه تجيبي المكرونه بتاعتك وتنزليها زي ما انت شايفه كده، جميلة جدا جدا جدا. بصراحة أكلة تحفة والولاد بيحبوها، وبتتباع غالية جدا برا في المطاعم، وعموما مطاعم السمك يعني أسعارها بتكون فظيعة. فانتي كده بتعمليها في البيت وبتكون كمية أكتر، وولادك ياكلوا لحد ما يشبعوا، وبالهنا والشفا. أنا دلوقتي نزلت المكرونة وسبتها تغلي غلوتين. انا طبعا كنت منزل يعني سلقاها نص سلقه كده، علشان كده هي بقى يعني بقت طعمها حلو، ومبقتش يعني مستويه على الاخر لما حطيتها في الصوص. هبدا اغرف بقى كده وهي سخنه، والجمبري موجود فيها، والصوص هي شاربه منه، فطعمها جميل جدا يا جماعه. رشه بقدونس بينقلها في حته تانية، بيديها طعم حلو، او بقدونس وشبت يعني، ما تنسوش الشبت. هرص بقى الجمبري من فوق، والف هنا وشفا. اكله تحفه قوي يا جماعه، وجميله جدا جدا جدا. واتمنى ان الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم وعجبكم. وما تنسوش اللايك بقى، وتشتركوا في